بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي بقى نعمل النهارده مع بعض احلى والذ صينيه مكرونه بشاميل اقتصاديه وربع كيلو لحمه مفرومه. هنضعف كميه اللحمه من دون بقى من نضيف اي كده مكونات غريبه، وكمان مش هنضيف كمان اي جبن بقى ولا جبنه موتزاريلا ولا اي نوع جبن. تطلع معاكي كده هوت سايحه كده هوت كانك حاطه فيها جبن بقى كده هوت ومكلفاها تكلفه جامده. والله العظيم طعمها تحفه. كل اللي بيدوقها كده هوت بيسالني عملتيها ازاي. طبعا شايفين شكلها عامل ازاي في الوقت ده، كمان كانت هنا لسه كمان يعني سخنه، البخار طالع منها وطالعه متماسكه، وفي نفس الوقت كده تحسيها كده ايه، دايبه كده اهوت وسايحه في نفسها. بجد والله جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولازم كمان بقى ايه، يعني مش هتستغني عنها في رمضان. يا ريت بقى الفيديو ده لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر التنبيهات عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وشير الفيديو ده لحبايبي كل اصحابك عشان الكل يستفاد. يلا بقى كده على طول نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معايا بقى حله كده على النار، دي اللي هنسلق فيها المكرونه، فيها حل هنحط فيها ملح بس وشويه بسيطه كده من الزيت. وهنا بقى طاسه حطيت فيها كده معلقه كده من الزيت، وهنزل بالربع كيلو لحمه مفرومه زي ما قلت لكم كده هو لحد ما لونه يتغير. هنزل بقى عليه بعد كده بالاضافات التانية. هنا بقى هسلق المكرونه، عايزه اقول لكم مش هتاخد وقت معانا خالص لو عملناها بالطريقه دي. الحله على النار بسلق المكرونه، وحله بعمل فيها اللحمه، وساعات بعمل البشاميل مع بعض، بس انا عشان خاطر بصور خلي بقى البشاميل لوحده عشان نشوف الطريقه ازاي. بص، اول ما اللحمه لونها اتغير نزلت كده ببصلتين كبار مفرومين. طبعا البصل بيدي طعم حلو جدا للعصاق بتاعنا وفي نفس الوقت بيزود الكميه. طبعا المكرونه برضو لازم نقلبها كده ايه على طول، ما تسيبهاش لا لازم تتقلب على طول عشان ما تلزقش وما تمسكش في بعضها. هبدا بقى احط بقى الملح والتوابل، حطيت 7 بهارات وملح وتوم باودر وبصل باودر وشويه كده من الفلفل الاسمر. انا اسفه بقى على صوت الشارع والله، يعني نسيت اسجل الفيديو بالليل فاضطريت اسجله بالنهار، والشارع ايه مش متظبط كده. حطيت بقى قرن فلفل حامي، وده كده بيديها طعم جميل جدا. لو انتوا بقى مش بتحبوا الحامي تقدري تحطي بداله فلفل اخضر بس يكون بارد يعني. وفص توم كده خرطته او ممكن تفرميه، او لو انت عندك متفرز برضو حطيه. فص الثوم وقرن الفلفل دول بيودوا العصاق ده في حتة تانية خالص. خلاص كده هو استوى معانا. هحط بقى حلة على النار اعمل فيها ايه، البشاميل. بصوا يعني قبل ما المكرونة تستوى كان البشاميل العصاق خالص. حطيت بقى معلقة سمنة كبيرة وعليها معلقتين كده زيت او معلقة زيت برضو، وهنزل بقى عليهم يعني المفروض 4 معالق كده كبار هرمين، بس المعلقة دي صغيرة شوية فحطيت 6. اهم حاجه بقى عندك وانتي بتقلبي، انا بوريكم هنا المعلقه صغيره، وانتي بتقلبي يبقى خليط السمنه والدقيق يبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، ما يبقاش مكلكع، ما يبقاش في كتل ولا حاجه. هقلب بقى كده هوت اديله كده تشويحه حلوه عشان خاطر يبقى طعمه جميل. انسي بقى اللي بيقولك حطي اللبن والدقيق في الخلاط بيبقى طعمه مش حلو خالص، كانك عامله عجينه يعني عجينه سايله كده. بصوا بقى كده اهوت. هقلب بقى كده اهوت بقى سواء بالمعلقه السيليكون او بالمضرب السلك، بس انا بقى بعد كده باخد المضرب السلك عشان انزل باللبن مره واحده. اللبن انا بحطه مره واحده، انسي ان انت تحطي واحده واحده وكل ما يتقل تحطي شويه تاني، لا حطي كده كميه اللبن مره واحده، وبعد كده لو احتاج ابقي زوديه، بس في البدايه لازم يبقى معاكي زي ما انت شايفه كده اهوت مفيش اي كتل مفيش اي حاجه. احط مكعب مرقه دجاج بيديها طعم جميل جدا. انا حاطه هنا حوالي لتر الا ربع من اللبن كده اهوت، ولو احتاج ممكن احط شويه كمان، ممكن نكمل بميه، ممكن تحطي نص لبن ومثلا والباقي ميه. هنا بقى صفيت المكرونه. المكرونه استوت بس بسيبها ايه يعني ناقصه حاجه سنه كده بسيطه. يعني بننزل بكميه اللبن او الميه، سواء لبن على ميه او لبن على شوربه، بتنزلي بيه كده اهوت مره واحده، وبعد كده بتخلي بقى ايه لو انت محتاجه بعد كده تزودي. هنا بقى بصوا بفضل اقلب القوام بقى واحده واحده بيديني قوام الكريمي كده. اهم حاجه تقلبي باستمرار، وممكن كل فتره كده تجيبي المعلقه السيليكون كده تلمي الجوانب عشان خاطر ما تشتش منك، زي ما انا بعمل كده اهوت. بصوا بقى القوام عامل ازاي، انا كده حاسه ان هو تقيل سنه كده، ممكن ازوده شويه لبن تاني او ميه عادي المتاح عندك. المهم ان احنا القوام بتاعنا مش عايزينه يبقى تقيل قوي لان لسه اما يهدى هيتقل قوي، مش عايزينه برضو يبقى خفيف ميه. بصوا بس عايزه بصوا بقى شايفين قد ايه هو كريمي يعني، مفيش اي كلاكيع مفيش اي حاجه، والله عايز يتاكل كده حاف من غير ما يتحط على المكرونه. جميل جدا. القوام بتاعه كريمي جدا وما شاء الله بجد يعني.
هو اكيد بيتكلم عن نفسه. اهم حاجه اتاكد برضو ان هو يغلي كويس عشان ما يبقاش طعم الدقيق باين، ويبقى طعمه كده حلو قوي. بصوا بقى الخليط بقى معايا كده جميل. هبدا اشتغل على طول بقى، اجيب بقى كده الصينيه او الطاجن اللي هشتغلي فيه او اي حاجه. حطيت كده طبقه كده خفيفه كده من تحت من المكرونه من البشاميلي. ومعانا هنا المكرونه دي نص كيلو، وانا ساعات بعمل اكتر من نص كيلو، بس يعني ايه، ما كانش في حد كتير في البيت فعملت نص كيلو. حطيت بقى شويه كده من البشاميل على المكرونه وهقلب، عايزاه ايه كلها تتغلف كده بالبشاميل. تقليبه حلوه بقى كده وخلاص. هاخد بقى كده نص المكرونه دي، انزل بيها في الصينيه اللي انا شغاله بيها. ممكن يكون تحت كمان اكتر شويه، اهم حاجه نحط طبقه حلوه كده من تحت عشان تبقى ماسكه نفسها. اهو هحط طبقه كويسه واسويها، وابدا بقى انزل ايه بنص مش بنص، بكل بقى اللحمه المفرومه. بصوا ما شاء الله بجد الربع كيلو والله العظيم كان كميته حلوه جدا، وكانت كتيره قوي في المكرونه. ولا زودنا بقى فول صويا ولا حاجات من اللي هي ايه مش يعني غريبة. لا هو البصل بس، زودي كمية البصل والله بيبقى طعمه حلو، ومش بيبان يعني ان انتي مكترة ولا لا، بيديله طعم. بصوا خلاص كده سويت اللحمة، وهبدأ بقى انزل ببقية المكرونة كده اهوت واسويها كده على الوش. والطبقة اللي فوق لو اقل من اللي تحت مش مشكلة، لان لسه في ايه طبقة البشاميل اللي بتتحط على الوش. هسويها كده بقى كويس بالمعلقة كده اهوت، وبعد كده بقى هنزل ببشاميل. وشوفوا بقى جمال البشاميل كده وهو نازل على صينية المكرونة، بجد كده حاجة كده لذيذة. بصوا خطير والله العظيم، ولا محتاج جبنه ولا اي حاجه. هو بصوا حاجه كده لذيذه. عايزه كده بقيت اللي في الحله دولت، عايزه اقول لكم كلتهم بالمعلقه حاف كده من جمال. ولا حطينا قشطه ولا حطينا جبنات ولا حاجه، بس هي والله طعمها كده خطير. بصوا بقى اللحمه باينه ما شاء الله، كميتها مش وحشه، ويعني كلها مش محطوطه في جنب واحد ولا كده. ما شاء الله بجد متساويه وجميله. إيه هسيبها بقى كده اهوت، ايه شغلت الفرن وهدخلها كده اهوت ايه، يعني ايه طبعا كل حاجه مستويه. هدخلها تحت يعني اشغل فوق وتحت مع بعض، تاخد وش كده اهوت واطلعها على طول. هنا بقى عشان خاطر الشوايه كانت عاليه، اخدت كده تحميره شويه من فوق، بس عايزه اقول لكم الحته المتحمره دي بتبقى لوحدها طعمها خطير. بصوا جميله ازاي، بجد تستاهل بقكم، وتستاهل تعملوا لي لايك حلو كده اهوت، وتشجعوني. زي ما قلت لكم القناه لسه جديده، انا كان عندي قناه قديمه قبل كده بس يعني ايه ما حصلش نصيب فيها. فبتمنى كده بقى ان انتوا تشجعوني في القناه ديت كده وتدعموني، وباذن الله هنزل لكم وصفات حلوه كتير ووصفات جديده كمان. كل سنه وانتم طيبين بقى، رمضان جاي على الابواب كده اهوت. وصفات رمضان بتبقى ايه جميله جدا، وان شاء الله نعمل كل حاجه مع بعضينا. بس شجعوني، وعشان القناه بجد عايزه نفسي افعلها إيه، وان شاء الله كده اهوت بجد يعني مش هتندموا. بصوا جمال المكرونه عامله ازاي، بجد لذيذه جدا، ومن غير ما كلفناها حاجه اوفر ولا حاجه يعني زياده عن اللازم. تستاهل بجد ان انتوا تعملوها وتجربوا. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.